النجمة المصرية نرمين الفقي بتتألق بالقفطان الجزائري وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت السوشيال ميديا بجمالها وأناقتها، والسر في لبسها للقفطان الجزائري. تعالوا مع حضراتكم نشوف تفاصيل أكتر، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. بنتكلم عن الفنانة المصرية نرمين الفقي، وهي امبارح طبعا بتظهر في سهرة محترمة مع مشاهير كتير جدا جدا وفنانين مصريين وجزائريين، ولابسة القفطان الجزائري ده طبعا تأثرا بالفنانة الجميلة أمل بشوشة، وهم مع بعض في مسلسل أوراد الراعي. يعني كانوا في صحبة ما بينهم رهيبة جدا جدا، وتأثرت بالعادات والتقاليد الجزائرية واللباس التقليدي الجزائري. يعني طول ما هم قاعدين بيتكلموا عن العادات الجزائرية والتقاليد الجزائرية والقفطان واللباس التقليدي الجزائري، لحد ما خلتها ان هي تقرر ان هي تلبس القفطان الجزائري. طبعا هي لبسته وكان وقت السحور، وكانت مبسوطة جدا 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 نرمين الفقي، وكانت قاعدة بتاكل التمر وبتقول ان التمر من اجمل الحاجات اللي لازم تفطر عليها. وطبعا كان القفطان الجزائري كان مديها فخامة جامدة جدا جدا بجد، كانت زي القمر، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يا رب يديم المحبة ما بيننا وبين أهل الجزائر وجميع الدول العربية. طبعا حضراتكم عارفين إن هما الاتنين مشتركين في مسلسل مصري، مسلسل أولاد الراعي بيعرض في رمضان السنة دي، مسلسل مكسر الدنيا مشاهدات ما شاء الله. ربنا يا رب يكمل لهم على خير إن شاء الله. وانت الفيديو مع حضراتكم ومع